مع الأسف المنتخب المصري الأولمبي يخسر أمام المنتخب المغربي بنتيجة كارثية 6-0. الحقيقة أنا كنت متوقع إن إحنا هنخسر من المغرب، ولكن ما كنتش متخيل إن إحنا هنخسر بالنتيجة الكبيرة دي. ليه أنا كنت متوقع إن إحنا هنخسر؟ لأن إحنا لو بصينا للعناصر اللي موجودة في المنتخب كنا هنلاقي إن الدكة، اللعيبة اللي موجودة على الدكة مستواها أقل بكتير جدا من اللعيبة اللي موجودة في أرض الملعب. حتى اللعيبة نفسها اللي كانت موجودة في أرض الملعب مش كل اللعيبة نقدر نحس ان هي ممكن تبقى قدام اضافه للمنتخب الاول. ولذلك لما تقابل منتخب قوي زي منتخب المغرب وانت ناقص عناصر للاصابه او للايقاف، اضافه كمان لاصابه زيزو في بدايه المباراه، فطبيعي جدا ان انت تتوقع ان احنا فوزنا يبقى حاجه صعبه. اما الفوز بنتيجه كبيره فيعني دي بتبقى طفرات وحاجات بتحصل، فمش هنقف عندها كتير. ولذلك انا وصول المنتخب للمربع الذهبي انا بنسب الفضل فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى لميكالي المدير الفني، لان هو قدر فعلا يعمل من الفسيخ شربات. اما الناس اللي بترجع سبب هزيمه المنتخب لعدم ارسال النادي الاهلي للاعيبته، فالحقيقه انا مش عارف الناس دي بتتكلم ليه، لان نادي بيراميدز نفسه رفض ان هو برضه يبعت مصطفى فتحي. الاهلي بعت اللعيبه اللي هي متناسبه مع السن. اما الزمالك لما بعت زيزو فهو بعت زيزو لان هو اوريدي كان بعيد عن المنافسه، ومسير الايام تجيب نادي الزمالك بعد كده تاني ان هو يبقى بينافس على بطوله، ولو ان الموضوع ده بيبقى نادر شويه، ومنتخب اولمبي يطلب لعيبه منه، وساعتها نبقى نشوف هيودي لعيبته ولا لا. وهنا يبقى الفيصل في الحكم على نادي الزمالك ان هو الوطنيه ومش الوطنيه. وكأن الناس نسيت ان النادي الاهلي لعب كاس عالم للانديه بدون لعيبته الدوليه، كاس عالم مش مجرد بطوله غير معترف بيها من الفيفا. بجانب ان الناس اللي بتتكلم وبتقول الكلام ده سبحان الله هم نفسهم لما كان المنتخب بيكسب وصعد لقبل النهائي كانوا بينسبوا الفضل في انتصارات المنتخب لزيزو وشحاته واحيانا محمود صابر بما ان هو بيراميدزاوي. وطبعا احنا عارفين ان جماهير نادي الزمالك في الموسم ده كانت كلها بتشجع بيراميدز، فهم كانوا بيشيدوا باللعيبه دي وبيقولوا ان هم دول السبب في وصول المنتخب لقبل النهائي وكانوا فرحانين. انا ما شفتش صفحه زملكاويه، والله العظيم ما شفت صفحه زملكاويه لما كان المنتخب بيكسب بينسب الفضل في المكسب لاي حد غير لعيبتهم. دايما كانوا بيطلعوا بيشيدوا بالثلاث لعيبه دول بشحاته وصابر وزيزو. ما شفتش صفحه زملكاويه، انا بحلف بالله والله ما شفت صفحه زملكاويه بتتكلم على المنتخب الاولمبي كمنتخب. هم بيمجدوا في اللعيبه اللي تخصهم وبس. فليه بقى لما المنتخب خسر بيبتدوا ينسبوا الخساره والهزيمه لطرف مش موجود اصلا في المباراه ولا له علاقه بالمباراه لا من قريب ولا من بعيد؟ جميع العناصر اللي كانت موجوده في المنتخب حتى لو كانوا خدوا لعيبه النادي الاهلي ما كانش هيوصل المنتخب لابعد مما هو وصل، لان معظم العناصر اللي كانت موجوده مع الاسف عناصر غير مبشره. ولذلك النتائج اللي حصل عليها المنتخب الاولمبي نتيجه طبيعيه جدا للمواهب اللي مش موجوده في المنتخب. يا رب دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.